ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا هتكلم على شوية حاجات بتدمر نفسية اي طفل لو اتعملت، وكمان بتكرهه جامد جدا في الرياضة. ايه الحاجات دي بقى؟ الحاجات اللي بتدمر نفسية الاطفال، ان اول حاجة ان الاب والام يفضلوا طول ما هم قاعدين يبقوا حاسين من جواهم ان هو اب فاشل وهي ام فاشلة، وطول ما هم قاعدين يبقوا عمالين يقولوا ويسمعوا ابنهم ان هم قد ايه مش عارفين يربوه، وان هو مش متربي عشان هم مش عارفين يربوه. تاني حاجة، كل اب وام يهمش دور التاني. يعني لو الام قالت اوامر للطفل، الاب يقول له سيبك منها ما تعملهاش او طنش، والعكس. طيب، تالت حاجة ان انا اشتم الطفل واديله علاقة بحد من افراد العيلة. يعني مثلا اقول له ايه، انت ما بتفهمش لابوك، او انت غتت لجدتك. الحاجات دي كلها بتأثر جدا في نفسية الاطفال. رابع حاجة، كل ما بشوف طفلي اديله اوامر ايا كان الاوامر، سيل من الاوامر. خامس حاجة، اضرب طفلي لو انا متنرفز، مش لو هو عمل غلط حاجه غلط. طبعا الضرب مرفوض، بس الضرب اللي هو نتيجه ان الاب والام متنرفزين. يعني لو طفلي قاعد ما بيعملش اي حاجه خالص وكويس جدا، وانا مضغوطه في الشغل او حد مضايقني او كده، اقوم جايه قايمه لطشاه، ده بيأثر جدا في نفسيه الطفل. سادس حاجه، ما اقولوش ابدا ان انا بحبه. سابع حاجه، اديله كل حاجه في الدنيا الا وقتي واهتمامي وكلامي وبصة عيني. تامن حاجة، كل ما يعمل اي حاجة حلوة قوي ما شجعهوش ولا اقول له واو ايه ده حلوة قوي، ولا يبان حتى في عيني. اقول له عادي، يعني عملت ايه يعني، فتحت عكة. تاسع حاجة، ان انا اقارنه يوميا باي حد، اخواته جيرانه قرايبه، لازم اقارنه على طول. طيب، ايه الحاجات بقى اللي احنا بنعملها ممكن تكره اطفالنا في الرياضة؟ اول حاجة، ما بقاش مهتم خالص غير بالمكسب. ها انت جبت كام، يعني جبت كام جول، عملت ايه، مين اللي كسب؟ ما فيش اي حاجة في دماغي خالص غير المكسب، مين اللي كسب. تاني حاجة، الطفل بعد التمرين بيبقى مجهد جدا. يعني وهو مجهد جدا بقعد بعد التمرين بتاعه ابتدي اسأله كمية اسئلة غير طبيعية. ولو هو حتى قاعد يقول لي انا مجهد انا مش قادر، برضو اسأله كمية اسئلة رهيبة بعد كل تمرين. فده هيبقى فيه اقتران ما بين التعب وما بين الاسئلة اللي انا بسألها له، فهيبقى مش حابب ان هو يروح التمرين تاني. تالت حاجة، لو الطفل عيان او مجهد جدا او عنده ستريس في المدرسة او عنده امتحانات او كده، برضه اوديه التمرين وهو مش عايز. يعني هو مش حابب، رافض تماما ان هو يروح التمرين علشان حاجة معينة وفعلا سبب منطقي، وانا برضه اوديه التمرين. وخصوصا لو عيان، دي بتفرق جدا في نفسيته. طيب، رابع حاجة، ان انا اشتم المدرب قدامه، اقعد اقول له المدرب ده مش شاطر ومش بيفهم حاجة والكلام ده كله. طول فترة التمرين ابقى متنرفزة وواقفة على جنب وبدي توجيهات واوامر لطفلي وهو بيتمرن، وبصوت عالي، وكل الناس بص عليا وكل زمايله اللي في التمرين باصين عليا وانا بديله الاوامر دي. اقارنه بكل الناس اللي بيلعبوا معاه. دي حاجة بتأثر جدا في نفسيته، بتخليه يكره اللعبة دي وبيكره كمان يروح التمرين. ارفض تماما ان انا ابقى واقعية. يعني لو هو بنيته الجسدية ضعيفة، ابقى يعني طموحاتي عالية جدا ومش رياليستيك خالص. لو عمل اي غلطة في التمرين، اقوم شتماه وسط الناس وبصوت عالي واخلي الناس كلها تتريق عليه وتضحك عليه. اجيب كاس واضغط على الكابتن ان هو يديله الكاس ويحسسه ان هو بطل. ومفيش حاجة اسمها كده، مفيش حد بياخد كاس في اللعبة دي غير لما بيبقى فيه بطولات او كده. انا بقى اجيب كاس واقول للكابتن اديه لابني، علشان انا عايزه ان ابني يحس ان هو عمل حاجه ويرجع البيت وهو ماسك كاس. طبعا الطفل هيحس بده كله، ولو سأل زمايله هيقولوا له مفيش حاجه اسمها كده ومامتك اللي جايباه. ومش بعيد كمان يشوفني، يشوف الكاس ده في شنطتي او في البيت قبل ما اديله الكابتن. ده بيأثر جدا على نفسيته. ادخله الرياضه وهو مش حاببها، مش بيحب اللعبه دي، وبرضه ابقى مصممه ان هو يروح ويكمل في الرياضه دي، وهو قال لي كذا مره ان هو مش بيحبها او ممكن عايز يجرب حاجه تانية، وانا برضه اديها له.
اتريق على زمايله في اللعب، اقعد اقول له شايف زمايلك بيعملوا ايه واتريق، ويبقى ده استهزائنا على طول بزمايله. الحاجات دي بتأثر جدا في نفسية الأطفال. فلو احنا بنعمل أي حاجة في الحاجات دي يا ريت نقللها ونبطلها خالص، عشان احنا نبقى أحسن وأطفالنا يبقوا أحسن، ونعمل كل حاجة تفيد أطفالنا إن شاء الله، ويكبروا يبقوا أحسن ناس في الدنيا دي كلها.